انت مش اي تي لو ما تعرفش. الفيرتشواليزيشن. اهلا بكم يا شباب في الفيديو الجديد من سلسلة انت مش اي تي لو ما تعرفش. والنهاردة معانا موضوع مهم جدا لأي حد بيشتغل في مجال التكنولوجيا. هنشرح النهاردة الفيرتشواليزيشن وازاي ممكن تشغل اكتر من نظام تشغيل على جهاز واحد بس. اكيد انت سمعت عن الفيرتشوال ماشين، لكن عارف ايه الفرق بينها وبين الهايبرفايزر؟ هنشوف مع بعض ازاي التكنولوجيا دي قلبت مجال الاي تي. تابعوا معايا واحنا نفك لغز الفيرتشواليزيشن واحدة واحدة. يعني ايه فيرتشواليزيشن؟ خليني ابدا معاك من الاول. الفيرتشواليزيشن هي تكنولوجيا بتسمح لك تشغل اكتر من نظام تشغيل على جهاز فيزيكال واحد. يعني ممكن يكون عندك ويندوز ولينكس وماك شغالين في نفس الوقت على نفس السيرفر او نفس الجهاز. ازاي ده بيحصل؟ بفضل الهايبرفايزر، وده عبارة عن سوفت وير بيخليك تدير وتشغل الأنظمة دي وكأنهم أجهزة منفصلة، بالرغم إنهم كلهم على نفس الجهاز. الفكرة دي بتخلي إدارة الموارد أسهل وأوفر. الأجزاء الأساسية في الفيرتشواليزيشن: الهايبرفايزر، ده المخ بتاع الفيرتشواليزيشن. عندنا نوعين: تايب 1 وده بيشتغل مباشرة على الهاردوير زي VMware ESXi أو مايكروسوفت هايبر في. وتايب 2 اللي هو بيشتغل على أنظمة التشغيل زي VMware Workstation وأوراكل فيرتشوال بوكس. النوع الأول غالبا بنشوفه في السيرفرات الكبيرة لأنه بيوفر كفاءة أعلى، بس النوع التاني بيكون ممتاز للتجارب الشخصية للمبرمجين أو التطبيقات الصغيرة. الجزء التاني الفيرتشوال ماشينز، دي أنظمة تشغيل كاملة بتشتغل فوق الهايبرفايزر، والكل فيرتشوال ماشين بيكون عندها السي بي يو بتاعها والرامات الخاصة بيها والهارد ديسك الافتراضي الخاص بيها برضه. الكونتينر نوع أحدث من الفيرتشواليزيشن، بيفرق عن الفي امز وإن الكونتينرز بتشترك في نفس نظام التشغيل الأساسي، لكن بيكون عندها بيئة تشغيل خاصة بيها. أشهر الأدوات المستخدمة هي الدوكر. الفيرتشوال نتورك انترفيس كارد أو الفي ان اي سيز، كل فيرتشوال ماشين بتحتاج يكون عندها فيرتشوال نتورك عشان تقدر تتواصل مع الشبكة، وده بيخليها تتعامل كأنها جهاز مستقل تماما. أشهر أنواع الفيرتشواليزيشن: سيرفر فيرتشواليزيشن، ده أشهر نوع وبيستخدم بشكل كبير في مراكز البيانات. فكرته إنك بتقسم السيرفر الفيزيكال الواحد لأكتر من فيرتشوال ماشين، وكل واحدة بتشتغل بنظام تشغيل وموارد مستقلة كأنها سيرفر لوحده. برامج زي الفي ام وير ESXi والهايبر في بتستخدمها عشان تدير الفي امز دي. الفكرة كلها إنك تشغل السيرفر الفيزيكال بأقصى درجة ليه. ديسكتوب فيرتشواليزيشن، النوع ده مهم للشركات اللي بتحتاج موظفيها يشتغلوا من أي مكان. بتوفر بيئة سطح مكتب افتراضية، الفيرتشوال ديسكتوب، اللي يقدر الموظف يوصل لها من أي جهاز متصل عبر الإنترنت. مايكروسوفت ايجر فيرتشوال ديسكتوب ده من أكثر الأمثلة الشائعة. ستورج فيرتشواليزيشن، الموضوع هنا في التخزين. بيتجمع وحدات التخزين الفيزيكال المتعددة عشان تديك وحدة تخزين افتراضية واحدة كبيرة، وده بيسهل إدارتها وتوزيع الملفات عليها. تقنيات زي السان اللي هي Storage Area Network بتساعد في النوع ده، وده مهم جدا في البيئات اللي بتحتاج تخزين ضخم بشكل موحد. النتورك فيرتشواليزيشن ده بيجي في إدارة الشبكات باستخدام تقنيات زي ال SDN Software Defined Networking، بتفصل الشبكات الافتراضية عن البنية الفيزيائية وبتدير الشبكات بسهولة ومرونة. النوع ده بيخلي الشبكة أكتر قابلية للتحكم وتوزيع الحركة عليها، وبالذات في الشبكات الكبيرة. Application Virtualization، الفكرة هنا إنك تشغل التطبيقات على أجهزة مختلفة من غير ما تضطر تنزل التطبيقات فعليا على الجهاز. يعني الموظف يقدر يشغل البرامج من أي جهاز، بس بيتم تشغيلها فعليا في سيرفر أو مكان مركزي. برامج زي سيتريكس أو VM Horizon بتساعد في الموضوع ده، وده بيوفر وقت ومجهود في الصيانة والتحديثات. كل نوع من الأنواع ديت ليه تطبيقات واستخدامات محددة بتناسب احتياجاتك المختلفة، سواء كنت بتدير سيرفرات أو شبكات أو حتى تطبيقات.
الفيرتشواليزيشن بيوفر مرونة عالية وتوفير في التكاليف ورفع الكفاءة العامة في إدارة الاي تي. ليه الفيرتشواليزيشن مهم؟ ببساطة كده عشان يوفر في الفلوس. تخيل عندك سيرفر واحد بدل ما تشتري 10 أجهزة. الفيرتشواليزيشن بيوفر لك في الهاردوير، في الكهرباء، حتى في التبريد، وكمان بيسهل عليك إدارة الأنظمة بتاعتك. يعني بدل ما تشيل هم كل جهاز لوحده تقدر تدير كل الأنظمة من مكان واحد. ده ومش بس بيحسن الأداء، ده كمان بيدي مرونة لأنك تقدر تجرب حاجات جديدة بسرعة وبسهولة. حلول الأمان في الفيرتشواليزيشن. أول حاجة إن أنا أفكر إزاي أسكيور الهايبرفايزر بتاعي. هايبرفايزر لازم أحدثه باستمرار وأسد الثغرات الأمنية اللي ممكن تظهر فيه. تاني حاجة بعمل ايزوليشن للماشينز. لازم يكون في عزل قوي بين الفيرتشوال ماشينز وبعضها باستخدام تقنيات متقدمة زي النتورك سيجمنتيشن أو الساند بوكسينج. بنعمل انكريبشن، تشفير البيانات بين الفي امز وبعضها عشان لو حصل تسريب البيانات تكون مشفرة وغير مفهوم. اكسس كنترول، التحكم في وصول الهايبرفايزر والفي ام باستخدام سياسات صارمة وزيادة الاوثنتيكيشن للحماية من الوصول غير مصرح به. وطبعا مش هنخفى عليكم لازم يبقى في ريجوليشن مونيتورنج، ان احنا نفضل دايما في مراقبة للنظام الفيرتشوال بانتظام، واستخدم ادوات عشان ارصد اي اختراقات او نشاطات مشبوهة. وبكده نكون خلصنا رحلتنا النهاردة في عالم الفيرتشواليزيشن. أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا إزاي التكنولوجيا دي غيرت شكل الاي تي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان تشوف الحلقات الجاية من سلسلة انت مش اي تي لو ما تعرفش. وشاركونا في التعليقات لأكتر حاجة عجبتك أو اللي انت عايز تعرفه أكتر في السلسلة دي.